النهارده هنكمل قصتنا. ما تنسوش تتفرجوا على الجزء الاول، هحط لكم الرابط تحت. يلا بينا نبتدي. ووجو بتعرض على بيك عرض انها تساعده في حالته مقابل انه يساعدها في البرنامج بتاعها الجديد. هو بيوافق على العرض، لكن بيبقى خايف انه ما يعرفش يعمل حاجه في البرنامج لانه مذيع لنشرة اخبار. هي بتطمنه وبتقوله يتصرف على طبيعته، فبيوافق وبيقرر ان يأدي كويس عشان ووجو وثقت فيه. زمايل ووجو بيشككوا في قرارها انها تجيب بيك البرنامج، وبيعرفوها ان النجم الكبير هيون مش هتعجبه الفكرة، لكنه بالعكس بيوافق وبيرحب بالفكرة جدا. وبيبتدي تصوير البرنامج، وبيكون عبارة عن برنامج موعدة وتعارف، وبيسمح لأي حد يشارك مش بس مشاهير زي هيون. وبيشارك فيه 3 بنات و4 شبان، وبيعرف كل واحد عن نفسه للناس، وبيكونوا مبهورين جدا بهيون عشان هو نجم مشهور. وبيغلط بيك لما بيعرفهم على نفسه في البرنامج لأنه ما بيقدرش يمسك لسانه وبيعرفهم إنه عاطل عن الشغل. لكن بالرغم من إنه دمر انطباعهم الأول عنه، لكنه بيكون تنافسي جدا في اللعبة الأولى في البرنامج، وده بيضيف متعة للبرنامج. وبسبب ده بيستفز النجم المعروف هيون وبيتنافس مع بيك بكل قوته، وبتزيد شعبيته أكتر لأنه بيفوز ضد بيك في اللعبة. وبيفتكر بيك لما كان هو وهيون أصدقاء زمان، وإنهم سابوا بعض بسبب بنت هما الاتنين كانوا معجبين بيها. في الوقت ده بيك بيعمل صفقة مع البنت اللي لعب معاها اللعبة الأولى إنهم يختاروا بعض دايما، وبيلاحظ إنها أذت نفسها وهم بيلعبوا، وبيديها بلاستر طبي. وبيحاول هيون يجذب انتباه ووجو بأي طريقة، لكنها بتكون مركزة مع بيك بس، وهي بتكون مهتمة بيه جدا وبتشجعه وبتحس بالمسؤولية ناحيته. بيسمع بيك زمايله وهم بيتكلموا وحش عن ووجو، وإن بيك على علاقة بيها عشان كده خليته يظهر في البرنامج. فبيبقى متضايق ومش عارف يكبت مشاعره، وبيحاول يتظاهر انه مش قريب من ووجو، ولما بتيجي تكلمه بيتظاهر ان علاقتهم سطحية وبيمشيها، وبعدين بيتجنبها باقي الوقت وهي ما بتكونش فاهمة السبب. بعديها بيروح اخو بيك يوديله شوية عصاير والدتهم كانت عاملاهم عشان يوزعها على زمايله. لكن ساعتها بيك بيشوف ان هيون مقدم للناس في الشغل وجبات ضخمة، فبيتكسف وبيطلب ان ياخدهم معاه، وبيتخانق معاه اخوه وبيكون متضايقين من بعض. ساعتها بيدخل زمايل بيك وبياخدوا المشروبات وبيكون سعداء بيها وبيشكروه. بالليل وهم قاعدين يصوروا البرنامج بيعرفهم طاقم العمل ان الشباب ال4 اللي في البرنامج بينهم حاجة مشتركة، واللي هيعرف الإجابة ليه جايزة. فبيحذروا لكن مش بيعرفوا الإجابة، وبيغنوا سوا وبينبسطوا. وبيطلب منهم طاقم العمل ان الاشخاص اللي معجبين ببعض يبعتوا رسائل لبعض، فكل واحد بيبعت رسالة، وبيك بيشوف حاجة لازقة على اسنان البنت اللي كان معاها في الفريق، وما بيبقاش قادر انه ما يقولهاش، فكل ما بيكتب الرسالة بيمسحها، وفي الاخر بيبعت لها انها تبص في المراية. وبيفتكر فريق العمل بتاع البرنامج انهم معجبين ببعض. اليوم اللي بعده بيطلب فريق العمل من الضيوف ان كل 2 يكونوا فريق ويتسلقوا الجبل بالليل في اجواء من الرعب. قبل ما يخرجوا الكاتبة المساعدة طلبت من بيك ان يؤدي وظيفته بشكل جيد، وانه يستمر في استفزاز هيون ويبان ان هو الشرير. فبيفتكر بيك ان ده هو السبب اللي خلى ووجو تجيبه البرنامج عشان تزيد من شهرة هيون، فبيشعر بالاحباط. وبيطلب من شريكته انهم ياخدوا طريق تاني غير الطريق اللي بيمشي فيه هيون، لكن ده بيؤدي الى كارثة لانه عن طريق الخطأ بيقع من على الجبل ومش بيعرفوا يلاقوه. الفريق بيحس بالقلق، ووجو بالذات بتجري عشان تنقذه لوحدها وبتدور عليه. بتلاقيه بيعترف لها انه متضايق منها عشان هو عرف انها جايباه عشان تزيد شهرة هيون، وهي بتنكر ده وبتقوله انها جابته عشان شافت امكانياته، وكمان انها بتحس بفراشات لما بتشوفه. بيدور فريق العمل على ووجو وبيك، ساعتها بيرجعوا، لكن ووجو بتكون لوت رجلها. بيطمن فريق العمل لما بيشوفهم، وهيون كمان لانه كان قلقان على ووجو. والبنت اللي كانت في فريق بيك بتحس بالسعادة انه كويس وبتروح تطمن عليه، وبيبان انها بقت معجبة بيه. الكاتبة المساعدة بتكون سعيدة بالتطور ده وبتطلب من المصورين يصوروهم عشان البرنامج. بيعدي الوقت وهيون بيروح يطمن على ووجو، وبيتكلموا سوا شوية، وهم مروحين اوضهم بيقابلوا بيك. ووجو بتستخبى لانها بتبقى محرجة منه بعد الكلام اللي قالته له. وبتعدي الليلة وبيجي اليوم اللي بعده وبيلعبوا لعبة جديدة، بتكون ان كل فرد لازم يعمل وجبة للشخص اللي بيفكر فيه، ولو الشخصين اختاروا بعض هيعرفوا اخر دليل على الحاجة المشتركة بين الشباب وهيكسبوا جايزة على ده.
فبيطبخ كل واحد طبخة وبيقدمها للتاني، وبيك بيقدم الوجبة للبنت اللي اختارها المرات اللي فاتت وهي كمان بتختاره، وبياكلوا سوا. وفي الوقت ده وهم قاعدين سوا بياخد الدليل وبيعرف ايه هو القاسم المشترك، لكن هيون بيكون عارف قبليه وبيقول الإجابة، وبيطلع الحب الأول لكل الشبان المشاركين في البرنامج. وبتطلع بنت اسمها هي، وهي كانت الحب الأول للشبان الأربعة. هي دي هي البنت اللي اتخانق عليها هيون وبيك أيام المدرسة. ووجو بتشعر بالإحباط والغيرة لما بتشوف هي مع بيك، لكنها بتكون الكاتبة بتاعت البرنامج فلازم تفوق نفسها. ولأن هيون أول واحد يعرف ايه هو القاسم المشترك، كسب موعد مع هي للملاهي، وأكيد كل ده بيتصور لأنه جزء من البرنامج. وبتكون هي ليها فرصة إنها تاخد شخص زيادة معاها في الموعد، وبتختار بيك لأنه دايما بيريحها بكلامه وبيكون طيب معاها لما البنات اللي في البرنامج بيتنمروا عليها. بيتوجهوا الملاهي وبيستمتعوا بوقتهم وبيلعبوا هناك كتير، وبيتجمع حوالين هيون مجموعة من الشباب اللي بيبقى شكلهم زي العصابات، بيبقوا عايزين يتصوروا معاه بالغصب، لكن هو بيكون مش مستريح من تصرفاتهم وبيبقى متوتر ومش عارف يتصرف ازاي. وبيتجمع ناس كتير حواليهم، بيك بيروح ينقذه وبيعلمهم درس وبيصورهم الناس اللي حواليه من غير ما يقدموا اي مساعدة، وبتنفذ عليهم بيك. فالمهم اخو بيك اللي بقى يشتغل في فريق العمل كمساعد بيجر بيك وبياخده من قدام الناس عشان الفضايح. وجو بتروح تطمن على هيون اللي بيعرفها انه مرة اتضرب بالقلم لانه ما ابتسمش قدام الكاميرا، عشان كده جاله صدمة معرفش يتصرف قدام الناس دي كلها. في الناحية التانية بيك بيعرف ان المفكرة بتاعته هي اللي ساعدت ووجو انها تتوصل لفكرة البرنامج، لانها عرفت من المفكرة عن هي وعلاقتها بالشباب اللي في البرنامج، ومن ساعتها ربطت بين الشباب الأربعة وجابته البرنامج. في الأول قال لها انه متفهم، لكن بعد ما عطس واشتغلت الحالة قال لها انه مجروح وبيشعر بالخيانة من اللي عملته، وانه استأمنها على حاجته وهي طلعت الأسرار عشان برنامجها يكون فكرته مختلفة. وهي بتعتذرله، بيسامحها وبيحاول يتفهمها لأنه هو اللي اداها الدفتر بتاعه. وبيسمعوا ساعتها فريق العمل وهم بيتكلموا على بيك بشكل كويس وبيبقوا معجبين بيه، فبينبسطوا هما الاتنين. بالليل بيحتفل البرنامج بعيد ميلاد هي، وساعتها بيفتكر هيون ان عيد ميلاد ووجو النهارده هي كمان، وبيطلب من الناس اللي بتشتغل معاه ان يجيب لها كيكه عشان يحتفل بيها. فبتتضايق لان ده شغلها ومحدش بيحتفل بعيد ميلاده من اللي شغالين في موقع التصوير، وده يخليها تبان انها مش محترفه في شغلها. بعديها بيروح بيك لووجو عشان يحتفل معاها بعيد ميلادها، وبيعمل لها الاكل الحار اللي بتحب تاكله، وبيطلب منها انها ما تتجنبوش، ووعدها انه ما يعترف لهاش بمشاعره ناحيتها عشان قواعد البرنامج، انه يوعد قدام الكاميرا بس، وهو مش هيخالفها ومش هيغير موقفه مع انه باين انه مهتم بيها. بنعرف بعديها ان البنت اللي كانت معجبه ببيك هربت من البرنامج بالليل بسبب هي، لكن محدش بيكون عارف السبب وبيبقوا عايزين بديل ليها. بيقرر فريق العمل ان ووجو تكون هي البديل، وبتوافق عشان تنقذ البرنامج، لكن بيكون لازم ما يكتبوهاش كمؤلفة البرنامج عشان ما يحصلش مشاكل. بيروح الفريق يعرف ضيوف البرنامج ان ووجو هتشارك معاهم، وهم بيبقوا مستغربين اشمعنى هي. بيشرح لهم هيون انها كانت حبيبته السابقة، وبسبب ده هي هتكون شخص يجذب الانتباه للبرنامج، فبيوافقوا. وبتظهر ووجو في اول مشهد ليها ما بتعرفش تبان طبيعية، وبتكون متوترة وبتتكلم زي الروبوت. بيكونوا فرق للعبة الجاية عن طريق ان كل شاب يختار حاجة من ناحية البنات، فبيختار بيك ميدالية كانت حطها ووجو، وبيكونوا فريق سوا وبيلعبوا بتناغم وحماسة وبيفوزوا، وكل الضيوف بيكونوا مندهشين من توافقهم. بيكسبوا موعد مع شخص من اختيارهم، وبيلعبوا لعبة سوا عشان يقرروا مين اللي هياخد التذكرة، وبيفوز بيك باللعبة وبياخد هي في الموعد، وبيركبوا عجلة وبيهرب من فريق العمل والمصورين وبياخدها معاه، وبيشيل المايكات عشان محدش يسمعهم، وبيعرفها ان سمعها لما كانت بتهدد البنت اللي كانت معجبة بيه وخلتها تمشي من البرنامج، وبيقول لها ان اللي عملته ده غلط. وبتعرف من كلامه ان ووجو هي البنت اللي هو معجب بيها مش البنت دي، فبتكون زعلانة انها اختارت الهدف الغلط. وبيجي ساعتها فريق العمل وبيكملوا تصوير. بعد فترة من الوقت بيكونوا المشاركين في البرنامج لازم يختاروا شخص يقضوا معاه يوم، فبتختار ووجو هيون وبتختار هي بيك. هي بتقول لبيك قدام الكاميرا انها عاوزاه يختارها بالرغم من انها عارفة انه معجب بحد تاني غيرها، وهو بيستغرب هي بتتصرف معاه كده ليه، ومش بيبقى واضح هي ليه بتتصرف كده، هل لانها عندها مشاعر ناحيته
ولا ببساطة بسبب إنها عاوزة تكون مشهورة وتاخد نسب مشاهدة عالية، وبتهدده إن لو ما اختارهاش في الحلقة الأخيرة هتدمر البرنامج وكمان ووجو. في نفس الوقت ده بتقضي ووجو وقتها مع هيون، وبياخدها يجمعوا القمامة من الشوارع، وبيلاقيها لابسة جزمة مش مريحة، بيروح يشتري لها واحدة وبيلبسها لها. وبعد كده بيروحوا الشط وبيقول لها إنه عاوزها تنسى كل اللي مروا بيه في الماضي ويبتدوا صفحة جديدة. وبنعرف ساعتها إنهم سابوا بعض لأنه كان من عيلة غنية، وكذب على مامته إنه بيواعد واحدة من عيلة عريقة، فبتتضايق منه وبتسيبه لأنه كذب، وكمان إنه محرج منها قدام أهله. بعديها بيجري بيك على ووجو وبيعترف لها إنه معجب بيها، وبيعبر لها عن سبب إعجابه بيها، وبيقول لها إنه عاوز يحميها لكنه مش عارف إزاي، وبيعتذر لها عن اللي هيعمله. وبيجي وقت الاختيار الأخير في البرنامج، بيختار بيك هي، وبتقول ووجو إنها مش هتختار حد، وده بيخيب ظن هيون اللي كان منتظرها إنها تختاره. وبعد شهر بيتعرض البرنامج على التلفزيون، وبتتجمع عيلة بيك مع عيلة ووجو سوا، وبيتفرج بيك مع ووجو على البرنامج، وبعد ما بيخلصوا بيروح يقول لها على حقيقة اللي حصل في الحلقة الأخيرة، وبترجع تاني علاقتهم جميلة ببعض. بعديها بيك بيكون عاوز يقضي وقت مع ووجو، لكنها بتكون مشغولة جدا في الشغل الفترة دي، وبيقعد يراسلها كتير وبيكون مهتم بيها، وبيقابلها الصبح عند السطح وبيطمنوا على بعض، وبتسأله لو جاله شغل، لكن بيكون لسه للأسف، فبتشجعه وبتعرفه إنها النهاردة مشغولة جدا. وساعتها بيجي والد بيك وبتتحرج وبتمشي ووجو. بتروح ووجو محطة التلفزيون، وبنعرف إن ظهورها في البرنامج أثر على حياتها المهنية، وبيبان إن الناس في شبكة التلفزيون بيهنوها على نجاحها كمشاركة في البرنامج، وإنها هتكسب شهرة، ومش بيهنوها عشان برنامجها اللي كتبته نجح. وبتكون متضايقة من ده، وبتطلب منها رئيستها في الشغل إنها تبعد عن فريق عمل التأليف عشان يتجنبوا الشائعات السلبية عن إضافتها للبرنامج. عشان كده ووجو بتتعين مؤقتا ككاتبة لبرنامج منوعات لعشاق الأكل، وبتروح ساعتها لموقع تصوير البرنامج، ولكن للأسف بيظهر إن المذيع اللي المفروض يقدم البرنامج ما جاش عشان في المستشفى بيعمل استئصال للزايدة. فبيعرف صديق بيك إنهم محتاجين مذيع من مديره، وبيقول لبيك على ده، اللي بيروح ينقذ ووجو وبيحل محل المذيع المريض. المطعم اللي المفروض يعلن عنه هو المطعم اللي كان بيروحه لما كان في الجامعة، لكنه اتغير. الست اللطيفة اللي كانت بتعمل الأكل وكانت بتعطف عليهم وبتديهم أكل زيادة زمان، بقت دلوقتي تصرخ وتشتم وعصبية، والأكل على الرغم من إنه مرتب وشكله حلو إلا إن طعمه مش حلو زي زمان. فبيعرفهم بيك رأيه بصدق، وبيطلع إن أولادها هم اللي مخلينها تأدي الشخصية الشريرة دي عشان مهتمين إنها تبقى متشافة في مواقع التواصل الاجتماعي، والمطعم يتشهر بالطريقة دي. وكمان مش هي اللي بتطلع طبخة الأكل ده، لكنها لما بتسمع بيك بتفوق وبتقرر إنها توبخ عيالها وتروح تطبخ لبيك وجبة من إيديها، وبيك بيكون سعيد بده. بيتقابل مع ووجو بعد التصوير، وبيقول لها إن المخرج انبسط من أدائه، وبيطلب منه إنه يكون المذيع الدائم للبرنامج، لكنه بيرفض لأن ووجو مش هي الكاتبة الدائمة للبرنامج، وهو بيبقى عايزها معاه. وبتعرفوا ووجو بعديها إنهم لازم يكونوا حذرين عشان هيروحوا يصوروا حلقة خاصة للبرنامج الموعدة اللي كانوا فيه، فلازم الناس ما تحسش إن بينهم حاجة لأنه اختار هي. بيروحوا اليوم اللي بعده لموقع تصوير البرنامج عشان يصوروا الحلقة الخاصة، وبيتصوروا سوا مع المشاركين. بتتصور ووجو مع هيون وبيشوفهم بيك وبيكون غيران جدا، وبيلاحظ فريق العمل ده، وغير كده ووجو بتحاول تتجنبه عشان محدش يشك في حاجة. وبيجيله عرض شغل من مديرة أعمال هيون، وبيقرر يقابلها مع صديقه في الوقت اللي هي هتقول عليه. بعد جلسة التصوير بيروحوا سوا، وبيك بيبقى زعلان إنه ما تصورش مع ووجو، فووجو بتقف عند مكان للتصوير وبتتصور معاه، وبيرجعوا سوا مع بعض، وبيشوفهم والد بيك وهما ماسكين ايد بعض، وبتتحرج ووجو وبتسيبهم وتمشي. بيك بيقول لباباه إنه يخلي اللي شافه ده سر عن العيلة، وإنه ما يعرفش لغاية دلوقتي علاقتهم ايه بالظبط. فبيعرفوا باباه إن دي أول مرة يطلب منه حاجة، وإنه هيعمل كده بكل تأكيد، وبيقول له إن لازم يوضح علاقته مع ووجو. في الناحية التانية هيون بيكون مكتئب وحزين لأن ماضيه أفسد علاقته بووجو، وبيروح لوالدة ووجو اللي بتشتغل مصففة شعر، وبيطلب منها تقص شعره، وبعدين بيعتذر لها بصدق وبيعرفها إنه ما كانش خجلان منها أو من ووجو، هو كان بيعمل كده عشان يحمي ووجو من والده ووالدته. بتسمع ووجو اعتذاره، وبيروحوا يتكلموا عن الموضوع وبتسامحه.
ساعتها بيجي بيك اللي كان في مقابلة هو وصديقه مع مديرة أعمال هيون اللي كانت بتعرض عليه فرصة عمل. هو ساعتها بيكون مشغول بوجو وبيفكر إنه يعترف لها ويوضح علاقتهم، فبيشوف وجو في الوقت الغلط وهي مع هيون. استنونا في الجزء الثالث والأخير. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.